السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا في فيديو جديد على قناتنا، قناه جرب وصفتي. كل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير. فيديو النهارده من الفيديوهات الحلوه جدا، من الوصفات السهله والبسيطه اللي ممكن تعمليها في البيت بتكاليف بسيطه جدا، وتطلع معاكي وصفه من اجمل الوصفات اللي بتشتريها من بره باسعار غاليه جدا. هنعمل مع بعض النهارده طريقه عمل مندي الفراخ بطريقه سهله جدا وبسيطه، مش هياخد منك وقت خالص، وكمان يعني مقاديره مظبوطه وسهله. وهي هنقول مع بعض على سر تتبيله الفراخ المندي، وهنقول كمان مع بعض ازاي توصلي للرز بالشكل اللي انتوا شايفينه، لون وطعم في منتهى الجمال. يلا بينا نسمي الله ونبدا مع بعض الفيديو. مبدئيا كده معايا في المقادير معلقه كبيره من الفلفل الاسود، معلقه كبيره من الكاري، معلقه كبيره من البهارات الفراخ، معلقه كبيره من الكركم، معلقه كبيره من بودره الزعفران، او كمان ممكن تحطي اللي هي بودره الزعفران او لون الزعفران. وبضيف معايا كمان شويه كده من زيت الزيتون او زيت عباد او زيت ذره، زيت المتاح عندك. بعد كده معايا الفراخ غسلاها كويس ونقعاها، وببدا ان انا انشفها كويس، وابدا ادهنها بالخلطه اللي عملناها مع بعض. هسيب لكم طبعا المقادير تحت في صندوق الوصف اللي جنب العنوان، بتضغطي على جنب السهم اللي جنب العنوان بيظهر عندك صندوق الوصف، هتلاقوا المقادير كلها مكتوبه فيه. بعد كده بنتبلها وبنسيبها معانا على حسب الوقت بقى المتاح عندك، تسيبيها من بالليل، تسيبيها ساعه على حسب ما متاح عندك. بعد كده هنبدا نجهز مع بعض الرز والبهارات اللي هنحطها معانا على الرز المندي. زي ما انتم شايفين معايا فلفل اسود، ومعايا لومي، ومعايا حبهان وقرنفل، وكمان معايا جوز الطيب، وكمان معايا قرفه خشب. هبدا ان انا احمصهم تحميصه خفيفه كده على النار علشان تبدا ريحتهم تظهر. بعد كده بجيب الرز معايا بغسله كويس، وببدا ان انا اصفيه. تقدري ان انت تنقعيه شويه يعني نص ساعه، وبعد كده ببدا، او تقدري كمان ان انت ما تنقعوش خالص يعني على حسب ما انت حابه. لكن انا هنا نقعته تقريبا بتاع نص ساعه، وبعد كده صفيته، بدات احط عليه الملح بتاعه، وبعد كده ببدا ان انا احط معايا شويه كده من الزيت، وابدا ان انا اقلبه معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه علشان الملح يتجانس كده في كل الرز اللي معايا. هنبدا نجهز مع بعض كده الطريقه اللي هنبدا ان احنا نسوي بيها المندي. دي اهم حاجه معايا. ببدا ان انا احط هنا ورقتين من عودين من القرفه، وكمان بضيف معايا البهارات اللي احنا عملناها مع بعض واللومي. بعد كده بنزل معايا بالميه المغليه على النار. مقدار الرز بياخد مقدار ونص من الميه او مقدارين على حسب بقى نوع الرز عندك. انا هنا بدات ان انا احطه على الشبكه دي، لكن طبعا انا عندي الشبكه ما نفعتش تدخل في الفرن، فلو عندك شبكه اصغر تقدر ان انت تحطيها في الفرن، بتبداي ان انت تغطي الصينيه اللي انت هتحط فيها الرز بالشكل ده، بتغطيها وبتبداي ان انت تعملي فيها فتحات، بس طبعا بتغطيها بالورق الالومنيوم. بتكون طبقتين على بعض عشان يكونوا تقال، يقدروا ان هم يشيلوا معاكي الفراخ. لو انت هتحط الشبكه هتشيل معاكي بالشكل اللي انت شايفاه، لكن الشبكه معايا هنا ما نفعتش تدخل معايا في الفرن. بعد ما عملتها شلتها تاني ورجعت تاني حطيت على الصينيه زي ما انتم شايفين وهتشوفوا معانا. ببدا ان انا لو عندك شبكه بتبداي تعملي فتحات كده جنب بعضها متفرقه في الشبكه، علشان خاطر تبدا ان التتبيله بتاعت الفراخ لما يطلع عليها البخار من الرز يسوي الفراخ، وكمان تبدا تنزل اللون بتاع الفراخ اللي معاكي، وطعم الفراخ ينزل كمان على الرز، فيديكي طعم الرز المندي اكنك انت مسويه كله مع بعضه. الطريقه دي حلوه جدا وسهله لست البيت تعملها في البيت، بتطلع طعمها في منتهى الجمال. جربيها وان شاء الله هتعجبك. زي ما انتم شايفين بدات ان انا اخد معايا القطع بتاعه الفراخ. تقدري تعمليها قطع بس يعني وراك او صدور لوحدها، وتقدري تقسميها نصين بالشكل اللي انت شايفاه. انا هنا ضفت معايا لون الزعفران، في لونين للزعفران، لون اصفر ولون احمر. تقدري ان انت تضيفي اللونين علشان يدي معاكي تشكيله الرز اللي انت شفتيها، الالوان المختلفه في بعضها وممتزجه كده، وهتدي معاكي اللون كمان بتاع الفراخ اللي انت شفتيه. حابه تقللي اللون الاحمر شويه عن كده تقدري ان انت تقلليه برده. بعد كده ما بتبل معايا الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه، ببدا انزل معايا بورقه زبده بحطها على الفراخ، علشان الورق الالومنيوم ما يكونش هو مغطي الفراخ مباشر. لازم احط ورق الزبده الاول عشان كمان الفراخ ما تلزقش معايا في ورق الالومنيوم. زي ما انتم شايفين ببدا اغطيها بالشكل ده، ولازم ان انا اقفل عليها كويس علشان اكتم معايا البخار بتاع الرز اللي هيطلع، عشان يسوي معايا الفراخ كويس، واتاكد ان الفراخ معايا استوت مظبوط. ببدا ان انا اقفلها بالشكل ده. تقدري ان انت تعمليها زي ما قلت على الشبكه، وتقدري تحطيها على الصينيه مباشر بعد ما تحطي ورقتين من الالومنيوم
علشان تكون الطبقه تخينه شويه وتقدر ان هي تتحمل معاكي تقل الفراخ. بعد كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، بعد ما دخلتها معايا الفرن قعدت تقريبا في حدود ساعه الا ربع، بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه. بتسيبيها على درجه حراره مثلا 200، وبعد تلت ساعه كده لما تحسي ان هي غليت معاكي بتبداي ان انت تهدي النار. وكمان ممكن تغلي الرز الاول على النار ياخد غلوتين كده علشان يسهل معاكي في التسويه، وتحطيه معانا الفرن. بعد كده بنعمل مع بعض سلطه الدقوس. هي عباره عن حبايتين من الطماطم وكام فص من الثوم وقرنين من الفلفل الالوان احمر واخضر. وبعد كده ببدا ان انا اخلطهم معايا كويس، وبتضيفي كمان شويه كده من الكزبره الخضراء، وببدا ان انا اخلط معايا خليط سلطه الدقوس ده، وبضيف معايا كمان شويه كده من الخل، وبتضيفي معاكي شويه من الكمون بالشكل اللي انتوا شايفينه. السلطه دي بتتاكل معايا مع المندي ومع المشاوي. وبتبداي كمان تعصري كمان عصير نص ليمونه بالشكل اللي انتوا شايفينه. بنخلطها معانا كويس وبنجهزها معانا، بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بعد ما طلعت معايا الفراخ بحطها معايا طبعا تحت الشوايه تاخد لون. بعد كده بكون مولعه معايا قطعه من الفحم، ببدا ان انا احطها كده زي ما انتوا شايفين في وسط الصينيه، وبنزل عليها بمعلقه كده او نقطتين 3 كده من زيت الزيتون، وببدا ان انا اغطيها او اي زيت عندك متاح، وبغطيها بالشكل ده علشان الفراخ تاخد معايا من لون من ريحه الشوي او دخانه الشوي، فبتديكي طعم المندي بالظبط ان هو مشوي على طريقه المندي بالظبط. الطريقه دي حلوه جدا وسهله وبسيطه وما اخدتش معايا وقت كتير، وطلع طعمها في منتهى الجمال. تتبيله حلوه وسهله وطعمها حلو. بتمنى ان انت تجربيها وان شاء الله تطلع معاكي طعمها في منتهى الجمال. وطبعا بعد ما اخدت كده الريحه بتاعه الشوي زي ما انتم شايفين، ببدا ان انا اشيل معايا الفراخ وابدا ان انا اقلب معايا الرز. هوريكم بقى شكل الرز كده وتتبيله الفراخ. شايفين ده الصينيه اللي انا عملتها مباشر على طول من غير الشبكه بالشكل ده. زي ما انتم شايفين هتلاقي بقى نقط كده من الالوان بتاعه الرز. ببدا ان انا اشيل معايا اللومي وبشيل معايا القرنفل والقرفه وكل البهارات اللي انا حطاها الصحيحه دي، ببدا ان انا اشيلها الاول قبل ما اقلب معايا الرز. بعد كده ببدا ان انا اقلب معايا الرز بالشكل اللي انتم شايفينه على الوش كده، يعني واحده واحده علشان تبداي ان انت تاخدي الالوان بتاعه الرز المختلفه. زي ما انتم شايفين هيبدا يظهر معاكي اكتر من لون للرز، لون ابيض، لون احمر شويه، لون اصفر فاتح، لون اصفر غامق، يعني بيظهر معايا شكل الرز بالشكل اللي انتم شايفينه. طعمه فعلا في منتهى الجمال، بياخد من طعم تتبيله الفراخ، ويعني بيبقى الطعم حلو جدا زي ما انتم شايفين. يعني انا بتهيالي ان الصوره بتتكلم عن نفسها، الطعم والشكل في منتهى الجمال. وصفه حلوه وسهله وجميله، وكمان مش صعبه ابدا ان انت تعمليها. زي ما انتم شايفين شكل الرز ولونه، اللونين بتاع الزعفران الاحمر والاصفر اداني اللون المختلف والمميز بتاع الرز ده. تقدري تعملي تتبيله الرز دي او خلطه الرز دي لوحدها برضو من غير فراخ المندي، هتطلع معاكي بالشكل الجميل ده. بتمنى النهارده الفيديو يكون سهل وحلو، واكون افدتكم بلو معلومه بسيطه. بتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. مستنيه تعليقاتكم وكمان اسئلتكم لو حابين اي استفسار بخصوص الوصفه او اي وصفه حابين نعملها مع بعض ان شاء الله اعملها لكم. وبشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.